السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا كويسين وبخير يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. زي ما تعودنا قبل اي فيديو نترحم على والدي ووالدتي وعلى اموات المسلمين اجمعين. ربنا يا رب يرحمهم ويسامحهم ويغفر لهم ويجعل مسويهم الجنه ويصبرنا يا رب على فراقهم، امين يا رب العالمين. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الوصفه بتاعتنا ايه هي النهارده. هنعمل ايه؟ يلا نعمل مع بعض بقى الصلصه بتاعه البيتزا. صلصه البيتزا الجباره تحفه جدا جدا جدا. مكوناتها ايه؟ بصي، اول حاجه معايا الطماطم بتاعتي، فهنشوف بقى بقيه الحاجه واحنا شغالين مع بعض. معايا الطاسه بتاعتي على النار، تعالوا بقى نروح كده مع بعض. الطاسه بتاعتي على النار اهيت، ومعايا الزيت. الطماطم بتاعتي ضربها في الخلاط زي ما انتوا شفتوها كده. معايا نص كيلو. تمام. هنحط شويه من الزيت كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزه اقول لك الوصفه دي جامده جدا وسهله جدا جدا جدا، ما فيهاش اي تعقيدات ولا اي حاجه. هي طماطم وزيت وبقيه المكونات هنشوفها سوا مع بعض. دول نص كيلو من الطماطم ضربهم في الخلاط كويس جدا 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 بشويه ماء صغيرين، عشان انا عايزه الطماطم بتاعتي تبقى تقيله. الزيت بتاعي سخن، نغطي بس النار كده. بسم الله. ننزل بقى على الزيت بتاعنا بايه؟ بالطماطم بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. شفتوا الطماطم تقيله ازاي؟ مش هحط كمان فيها ميه، انا هنزل بقيه الطماطم كده بالايه؟ بالمعلقه، عشان تتسبك معاكي ايه على طول. تمام يا امارات، تمام يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. اعملي لي لايكات كتير بقى كده كده، لايكات كتير كتير، وشيري الفيديوهات على قد ما تقدر. تمام كده. تمام. نعلي النار بتاعتنا ونسيبها مع نفسها عقبال ما نجيب بقيه الحاجه بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. اهي بصوا بقى تبدا تغلي معانا اهو زي ما انتم شايفين. نجيب بقى الايه؟ التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا عباره عن ايه؟ اول حاجه معايا زعتر اهو، شايفين؟ شويه من الزعتر تفركيهم كده ما بين ايديكي. بسم الله الرحمن الرحيم. وشويه من الروزميري، هوريهولك دلوقتي حالا شكله ايه. اسام لو عندك الحاجه دي فريش بتبقى جامده جدا وطعمها بيبقى احلى. اهو ده الروزميري، شايفينه؟ في فرق ما بينه وما بين الايه؟ الزعتر. ده عشبه طويله كده، والتاني بيبقى عامل زي الايه؟ زي الورد كده اهو. تمام. برضك هنحاول ان احنا نعملهم برضو ما بين ايدينا، نكسرهم كده شويه اهو كده، عشان يطلع النكهه بتاعته، يطلع الريحه بتاعته. تمام يا امارات، تمام يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. انا رغيت كتير قوي انا عارفه. اللهم صل على حبيب النبي عليه الصلاه والسلام. وايه كمان؟ شويه من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود ده اساسي. تمام. عايزاها سبايسي، كنت ضربتي بقى ايه؟ فلفلايه من اللي هو الاحمر اللي انا وريتهولك قبل كده واحنا بنعمل صلصه المكرونه، كنت ضربتيه معاه. مش عايزه كده، حطي شويه شطه. اهم حاجه بقى في الصلصه وانت بتعمليها تضيفي معلقه السكر الجميله بتاعتنا الصغننه دي. ليه؟ عشان نعادل الحموضه اللي في الطماطم، عشان خاطر ما يعملش حموضه ويضايقك. تمام يا امارات، تمام يا احلى واجمل اخوات. اخر حاجه بقى وهي مكعب الماجي، برضو ده اساسي معايا في الصلصه. بس هي دي بقى شويه التوابل بتوعها، ولا بنحط بهارات ولا اي حاجه. هي ايه؟ هو الزعتر، روزميري، فلفل اسود، السكر، الملح، مكعب الماجي. لسه هنجيب الملح ونحطه سوا. زي ما انت نسيتي كده تعملي لاختك اللايك الجميل. طبعا عجينه البيتزا انا عجنتها وعملتها في فيديو تاني. بس كده يا امارات، ندي نسمي الله وندي تقريبا كده. شفتوا نسينا ايه؟ اهم حاجه، لسه في مكون تاني هنحطه. ايه هو اللي احنا نسينا نحطه؟ حالا دلوقتي هتشوفوه. شفتوا نسينا ايه؟ اهم حاجه في الموضوع ده كله معلقه الايه؟ معلقه الثوم المهروس المفروم التحفه ده. ده اهم حاجه. انا عماله اقول نسيت حاجه. شفتوا؟ نسيت، بدل ما انسى الملح نسيت المره دي الثوم. هنحط حته كمان.
وشم الريحه يا فوزيه. يلا يا فوزيه شم الريحه الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلب 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 وصل على الحبيب النبي كده في قلبك على افضل الصلاه والسلام. شمي ريحه وقولي لاختك ايه رايك. قومي جربي كده في كيلو دقيق تعملي بنفس ما اختك عملت كده، واعملي شويه صلصه كده ايه. مش ضروري يا ستي كيلو دقيق، عندك نص كيلو دقيق قومي اعمليه. يلا قومي ما تكسليش نفسك. وشويه طماطميتين كده بربع كيلو طماطم، ويلا قومي اعملي لهم شويه ايه بزيتين كده حلوين. وقولي لاختك ايه رايك في التعليقات. بس نلم الليله بقى حوالينا عشان نجهز بقيه الحاجات بتاعه البيت. بصوا كده خلاص اهي اتسبكت كده وبقت تمام التمام اهو. انا بصور بايد وماسكه التليفون بايد. بصوا تقلها ده السمك بتاعها ده اللي انا عايزاه. تمام يا قمرات، تمام يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. طبعا نسيت احط الملح معاكم فانا حطيت الملح ايه وانا مش معاكم بصراحه. حطيت شويه الملح بتوعي. بصوا البوتاجاز اتبهدل ازاي من الصلصه عشان مش مغطياها. يلا كده الصلصه بتاعتي تمام وخلصت الصلصه تمام. هفضيها واوريها لكم اهي. بصي عايزه اقول لك والله العظيم تحفه تحفه بجد. جربيها بنفس طريقه اختك دي وباذن الله باذن الله هتعجبك. بصي وهتعشقيها وبعد كده انت هتعملي على طول بالطريقه دي. عايزه اقول لك جامده جدا 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 جدا. جربي الوصفه بتاعت اختك في صلصه البيتزا دي هتعشقيها. يلا وصلتي بقى لغايه هنا اكبري بخاطر اختك بالدعوه الحلوه واللايك الجميل واشتركي في القناه لو اول مره بتشوفيني. فعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. واعملي لايكات كتير 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 وشيروا الفيديوهات على قد ما تقدروا. لو انتي مش عندك طماطم وعندك صلصه ونفسك تعملي البيتزا، هاتي الصلصه بتاعتك وضيفي عليها المكونات اللي انا ضفتها على الصلصه تمام. على صلصه الطماطم دي ايه هي؟ هنحط زعتر وروزميري وهنحط شويه توم باودر ونحط شويه الملح وفلفل الاسود وندي تقليبه وحطيها على وش البيتزا. تمام يا قمر، تمام يا قمر. يلا استنوني بقى فيديوهات تانية كتير جايه ان شاء الله.